الفاتس او الدهون متكونة من ايه؟ من احماض دهنية. يعني البروتين احماض امينية، الفاتس او الدهون تتكون من احماض دهنية. عندي 3 انواع بقى. عندي حاجة اسمها شورت تشين وميديوم تشين، وعندي النوع التالت لونج تشين. شورت تشين يعني سلسلة قصيرة صغيرة. طب ميديوم تشين وسط، صغيرة برضه، هنعتبرها صغيرة برضه. اللونج تشين ده كبير قوي. تمام. بما ان هو كبير قوي بيحتاج موصلاتي، محتاج حاجة توصله عشان يروح يشتغل. طيب بيحتاج ايه الموصلاتي ده؟ لايبوبروتين. طب اللايبوبروتين ده مين بيصنعه؟ الكبد بيصنع لايبوبروتين. يبقى لو انت اكلت دهون لونج تشين، سلسلة طويلة كبيرة، هيحتاج، انت كده بتلود على الكبد وبتخلي الكبد يصنع لك موصلاتي يوصله عشان يشتغل، فيعمل له لايبوبروتين. فانت كده بتجهد الكبد مرتين، مرة عشان تديله الموصلاتي، ومرة عشان هو بعد كده ايه، يطلع العصارة اللي هتهضم الدهون دي. يبقى الافضل ان احنا ناكل دهون ايه، او نستخدم دهون ايه؟ الشورت تشين او الميديوم تشين. الام سي تي او الميديوم تشين ترايجليسرايد او ميديوم تشين فاتي اسيد، دي زي كوكونات اويل، زي جوز الهند كده. هو ام سي تي يعني ميديوم، يعني حاجة صغيرة او متوسطة، فمش هيحتاج موصلاتي، فبالتالي مش هلود على الكبد. فالافضل ان احنا نستخدم زيوت او دهون ما تكونش من النوع التالت، ما تكونش من النوع طويل سلسلة الاحماض الدهنية، ما يكونش لونج تشين. نستخدم قصير سلسلة الاحماض الامينية اللي هو شورت تشين او ميديوم تشين.